السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعين مسلسل ليلى كتبني نلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي. والبدايه عند امير ملي خرج من الاستوديو تبعاه ليلى وقالت ليه راه التليفون ديالك صونا وجاوبت وغادي يغوت عليها، غادي يقول لها شكون انت باش تدخلي فيا وعمرك ما تدخلي في حياتي، ما كتجيني حتى شي حاجه. المهم غيبقى بحال هكا يغوت عليها وغتقول لها مول السوايع اتصل وقال لي شكون اللي شرا الساعه، ومن بعد غادي يغوت عليها تقول لها اخر مره تدخلي في الامور ما كتعنيكش، ماشي سوقك فيا ماشي سوقك حتى في عائلتي، ما بقاش تدخلي فيا. ومن بعد غادي تقول ليه راه قال لي ميرنا ايرين هي اللي شرات من عندي الساعه، وهو غادي تصدم بزاف من الهضره ديالها وما غاديش حيت غادي يكون ديك الساعه غادي وما غاديش يتلفت ليها وهو مصدوم وغادي يمشي للسياره ديالو. من بعد غنشوفوا ليلى اللي غادي تتبعو من موراه وحتى هي اصلا مصدومه من الهضره ديالو، حيت هي صراحه قال لها شي هضره هي قاصحه بزاف وبقى كيعاير فيها. ومن بعد غادي يتبعوا لبرا ملي غادي يركب في الطوموبيله ديالو غادي تشوف الشيفور ديال رزان. غادي تقول لها اش كدير هنا، غادي يقول لها ما قالت لك مدام رزان حتى شي حاجه، اتصلي بها وشوفوا فين غادي نمشيو. غادي تتصل هي بمدام رزان، غادي تسولها تقول لها انها غادي تمشي لديك الدار ديال الجبل، غادي تصوري ليا شي صور تماك. تقول لها ما هزيتش كاميرا، تقول لها التليفون ديالك كافي فقط غير خطه منها باش طيحها في الفخ. المهم غادي تقول لها بغيت شي صور يكونوا زويونين، ودغيا ترجعي تمشي مع الشيفور ودغيا ترجعي. المهم غادي تقطع التليفون وغنشوفوها كضحك حيت درت ليها فخ. ومن بعد غنشوفوا ليلى اللي قالت للشيفور فقط تسنى 2 دقائق ناخذ الصاك ديالي والمونطو ديالي من بعد غادي نجي. المهم غادي نمشي تاخذ الصاك ديالها. من بعد غنشوفوا امير راكب في السياره ديالو وكيتذكر النهار اللي لقى مراتو واخده واحد الكادو، وغادي ملي غادي تشوفو وغادي تخبيه من موراها، غادي يقول من موراه زعما غادي تقول ليه راه هذا كادو ديال راس السنه وصافي. غادي يقول لها حسبيني ما شفت حتى شي حاجه، انا غادي نمشي حتى راس السنه تعطيه ليا. المهم اصلا ما عطاتو حتى شي حاجه مازال غادي يتذكر ديك اللحظات وغادي يبقى معصب بلا قياس. من بعد غادي نشوفوه اللي وصل لواحد البلاصه وغادي يهبط من الطوموبيل. من بعد غنشوفوا ليلى اللي واخده الصاك ديالها وتلاقات مع صاحبتها تقول لها مالكي، غادي تعاود لها اشنو واقع بينها وبين امير، وغتقول لها صاحبتها رجال كلهم هكاك بحال وهي غتقول لها شنو كتقصدي كيفاش رجال كلهم بحال هكاك. غتقول لها انا كنبغي واحد معنا في الخدمه، تقول لها شكون، وغتقول غتضطر زعما صاحبتها تقول لها اياد اللي كنبغي. من بعد تقول لها ليلى لا وياك ما يمكنش هذا الشيء يوقع. لما تقول لها ما عندي صراحه ما ندير، صراحه كيعجبني بزاف وكنحس به حتى انا كنعجبو. المهم من بعد ليلى غادي تقول لها ان مدام رزان صيفطتني البيت ديال الجبل، وغتقول لها انا فايت ليا مشيت لتماك عرفت فين هي ولكن راه بعيده بزاف. غادي نشوفوا امير اللي وصل عند مراته المستشفى، غادي يبقى يهضر يقول لها ما خصكش انت نهائيا تموتي تنتفاهم معاك وتعرف داكشي كامل اللي مخبيه عليا. المهم غادي نشوفوه متقرب منها وغادي يبقى يقول لها شي هضره اللي اصلا كتعصب. غادي يقول لها غير فيقي غادي نتفاهموا انا وياك على داكشي كامل اللي درتي ليا، واصلا خصني نشوف زعما نعرف داكشي كله اللي مخبي عليا. من بعد غتدخل الممرضه غتقول ليه ممنوع تهضر معها بحال هكاك راه تقدر تسمعك. غادي يقول لها داكشي انا نيت اصلا اللي بغيت. ومن بعد غادي تقرب منها عاوتاني وغادي يقول لها وياك تموتي حيت انا وياك باقي ما تفاهمناش. لما تقول لي الممرضه يا غادي تخرجي غادي نعيط للامن حيت ممنوع تهضر مع المريضه بهذيك الطريقه. غادي نشوفوا الخاله عليا وبنتها اللي راكبين في الطاكسي غادي يمشيو عند مراد، غادي يسولوا على شي طبيب نفساني. هي اصلا هضرات مع بنتها قالت ليه باباك راه مريض زعما شوفي الطريقه كيفاش كيتصرف مصدوم بزاف الموت ديال الابن ديالو. المهم غتقول لي بنتها راه هما البرجوازيين زعما كيمشيو عند اطباء نفسيين. غنشوفوا مراد اشنو غادي يقول لنا. من بعد غادي نشوفوا الخاله عليا بعد ما توصل المطعم غادي يستقبلهم مراد، غادي يقول لهم جلسوا واش بغيتوا تشربوا شي حاجه، غادي يقولوا ليه لا فقط بغينا غير واحد الكاس ديال العصير. صافي غادي تجلس مع بنتها وغتقول لها شوف تبارك الله هاد الدري شحال من صواب وشحال مؤدب. من بعد غادي نشوفوا انجي اللي غادي تجي للمطعم وغتسول على عمها، غادي حتى هي تستقبلها مراد وغتبقى تهضر معاه وغادي يقول لها عمك ما كاينش هنايا ولكن واحد شويه غادي يجي. من بعد غنشوفوا ديما اللي جاتها الغيره من ايلول غادي تنوض. من بعد غادي تنوض غادي تسلم مع مراد، غادي تسلم معاه وغادي تقول لين تلاقاو في الدار. هاد التصرف زعما حيت زعما بغات تبين لايلول ان بيناتهم زعما شي علاقه.
مراد ما تعجبوش ديك التصرف. المهم ليلى عفوا ديما والام ديالها غادي يمشيو. من بعد نشوفوا ليلى مع الشيفور اللي غادي تهضر معاه تقول لي انا ما عرفت هاد البرجوازيين كيفاش كيفكروا، بانيين الدار في الخلاء وفوق الجبل. صافي. ومن بعد نشوفوا امير اللي واصل للبحر غادي ياخذ الخاتم ديالو غادي يدلحو تماك وغادي يبقى يفكر فداك الشيء كامل اللي دوز مع مراته ولكن هي كتخون. ومن بعد نشوفوا ليلى بعد ما توصل البيت ديال الجبل غادي تهبط وغادي يقول لها غادي تقول للشيفور تبارك الله هذا البيت شحال زوينه، غادي يقول لها سيري تصوري داك الشيء اللي بغيتي وانا كنتسناك هنايا. من بعد غادي نشوفوا ايلول اللي كتف المطعم تجا عمها وغادي تقول ليه مالك عمي واش مريض واش عندك شي مشكل، غادي يقول لها واش لهاد الدرجه باين عليا انا اللي عندي شي حاجه، تقول لي عمي باينه فيك، غادي يقول لها فقط انا غير عيان كثرت الضغوطات والخدمه هذا الشيء اللي كاين. غادي يقول لها شنو بغيتي انت، غادي تقول ليه انها العمه ديالها مريضه بزاف خصها شي طبيب نفساني كتصرف بشي طريقه ماشي تلهي والبنات خايفين منها بزاف. غادي يقول لها انا غادي نحل المشكل. بعد تقول لك تقول ليه بعافاك عمي خليني نبقى معكم في التصوير غير واحد شويه. غادي يقول لها صافي واخا. بعد نشوفوا المخرج اللي غادي يجي عند امير غادي يقول ليه كاين واحد العطب زعما نقدروا ناجلوا التصوير حتى الغدا ان شاء الله. صافي غنشوفوها غادي تسلم مع عمها ومن بعد غادي تمشي للدار غادي يتلقى مع مراد عاوتاني مع الباب وغادي المهم غيبقى غير يهضر معها وهي اصلا ما عجباش الحال حيت شافته مع ديما. من بعد نشوفوا ليلى اللي كتاخذ الصور في الدار ونشوفوا مدام رزان اللي غادي تتصل بالشيفور غادي تقول لي اجي دابا بالزربه ليلى غنصيفط لها شيفور اخر حيت عندك شي ناس في المطار ضروري تمشي تجيبهم. المهم غنشوفوا ديما طوموبيلتو وغادي يمشي. ليلى بعد ما تسالي الصور والفيديوهات اللي غادي دير في الدار باش تصيفطهم لمدام رزان عفوا غادي تخرج ولكن غادي تلقى الشيفور مشى وغادي تقول الله يا ربي شنو غادي ندير. غتبغي تاخذ التليفون ديالها باش تتصل ولكن غتلقاه حتى هو دي الشارجه وغادي تفكر اشنو غادي دير وباش غادي تفكها والليل اصلا قرب. المهم غادي تبقى تقول اش هاد الوحله اش غندير انا اش غندير زعما انا بوحدي في هذا الدار ديال الجبل وفي هاد الخلا بوحدي والتليفون طفى من الضوء. من بعد غادي نشوفوا مدام رزان اللي جات المطعم عند امير وغادي يقول لها راه كاين واحد العطب اضطرينا نوقفوا التصوير حتى الغدا ان شاء الله. المهم غادي يبقاو يهضروا وغادي تقول ليه ان هاد الغبيه ديال المساعده صيفطتها للدار ديال الجبل ومن بعد ما عرفتش ان الشيفور عنده موعد مع الشخص غادي يهبط زعما غادي تجيبو من المطار وهي خلاتها في الدار ديال الجبل بوحدها ما غتصيفط لها لا شيفور ولا والو. امير تفاجئ بزاف من التصرفات ديال مدام رزان وغادي يقول كيفاش غتخليها بوحدها تماك. غتقول لها انا غنخليها بوحدها تماك لا ماكله لا شراب لا الضو لا حتى شي حاجه دبر راسها. امير طبيعه الحال هذا الشيء هذا زعما غير فخ باش طيح امير وليلى. من بعد غنشوفوا سوزان اللي فقت من الناس وقات البنات كيوجدوا الفطور غتقول لهم واش نتوما اللي كتوجدوا الفطور فين هي الخدامه حتى بيتي كلها عامر بالخبره شفتها ما كدير حتى شي حاجه شفتكم غير نتوما بنات صغار وما مسوقاش ولكن انا غنتفاهم مع البنات كيضحكوا عليها يقول لها ما كان لا خدامه ولا والو حنا اللي كنديروا كلشي. غتقول لهم واش التصبين غادي يقول لها حتى التصبين حنا اللي كنديروه الخدامه كتجي مره في السيمانه فقط. ومن بعد غادي تقول لها بنت صغيره اجا عمتي نعلمك كيفاش كيوكيو الناس الملابس ولا كيفاش كيحددوهم وما يبقاو يضحكوا عليها. ومن بعد غنشوفوا ايلو اللي كتسمع الدقان في الباب وغتحل الباب وغتلقى جوج تيكيتات وغيكونوا ديال مراد غادي